اهلا بيكم حلقة جديدة من يور بيست فريند. النهاردة هديك الخلاصة، كلام اول مرة اقوله لعل وعسى يكون شفيع ليا عند ربنا. انا عيان وحالتي بالبلا، بس عشان الاستمرارية والشغف والحاجات الحلوة دي فانا مكمل حلقة يوم الاثنين. اهلا. بعد شغل وسفر وجواز وطلاق وشركة والتانية وتجارب كتير حلوة ووحشة، وصلت ل5 نصايح لو استوعبتهم بدري يفرقوا فعلا في مستقبلك وحياتك الجاية. النصايح دي مش من كتاب، دي من تجاربي الشخصية اللي دفعت فيها وقت وفلوس ومجهود عشان اتعلمها. زي ما قلت لك قبل كده، انا يور بيست فريند، فهتلاقيني بتكلم معاك في كل حاجة صاحبك الانتيم ممكن يتكلم فيها معاك. كلامي عن الفلوس، العقارات، الاستثمار، هديك نصايح، تيبس، تريكس اللي اكتسبتهم من تجاربي الحقيقية. تابعني واستمتع بالرحلة. مش هدعي اني فاهم وعارف كل حاجة، بس حقيقي لو كملت الفيديو ده للاخر هيفرق جدا معاك، وده وعد مني ليك. اول نصيحة هي خلي بينك وبين ربنا علاقة. انا مش شيخ، بس صدقني انت اللي محتاج العلاقة دي. روتين ال5 صلوات وانك على طول طاهر وفي بينك وبين ربنا صلة، ده مهم جدا ليك. الصلاة بتنهي عن الفحشاء والمنكر. الدقايق اللي هتخلي فيها علاقة وصلة بينك وبين ربنا هتفيدك، هتعود عليك بالرزق والبركة والنفع. قلبك هيكون مرتاح وانت عارف ان في حد انت بتكلمه بيسمعك، بيساعدك، بيقف معاك، بيدعمك، بيحافظ عليك وبيحميك. بس انا بغلط وبعمل وبسوي، مش مهم، بس برضو خلي بينك وبين ربنا عمار. انا مهما ادن انت مش هتدرك ده الا لما تكون عايشه فعلا وحسه. انا امي كانت بتتحايل عليا سنين اصلي لوحدي، بقيت بصلي. لما ربنا بيحبك بيقربك منه، وهتبقى مدرك ساعتها النعمة اللي انت فيها. وبخلاف الصلاة، خلي ربنا في بالك. الحرام مش بيدوم والدنيا بتدور، واللي هتصرفه دلوقتي من رصيدك هترجع تدفعه. خلي بالك مفيش حاجة ببلاش، فحاول تشتغل على النقطة دي، انك تخلي في عمار، في حاجة كويسة انت بتعملها. تاني نصيحة بعد انك تكون عارف ربنا او بتفتكره في تعاملاتك، هي انت ليك على نفسك حق. حب نفسك، احترمها، قدرها. لو انت بتحب نفسك وبتحترمها مش هتقبل تأذي نفسك. الأذية ممكن تكون تهاونك في حقوقك، تكون مثلا انك مش بتحافظ على صحتك وبتضرها، انك مثلا مش بتنام كويس، بتشرب خمرة، بتشرب اي حاجة تأذيك، زي مثلا انك تكون موجودة في علاقة بتستنزفك، ايا كان نوع العلاقة واطرافها وظروفها. اللي بيحب نفسه وبيحترمها مش بيغلط عشان ما يقلش من نفسه. بعد ربنا خليك انت رقم 1 عندك قبل اي حد تاني. ما تصرفش مجهود على الارض، واستنى دايما العوض من ربنا. يعني عايز اقول ايه؟ بعد ربنا انت اهم واحد، دراعك ما ينفعش يعطل. استثمر في نفسك بكل الطرق الممكنة، رياضة، كورسات، كونكشن، مذاكرة. وقبل ما تخطي خطوة واحدة اسأل الدوشة اللي جوه دماغك دي، هل ده هينفعني؟ تمام. لا مش هينفعني، يبقى لا. ما تجيش على نفسك نهائي. تالت نصيحة بعد ربنا ونفسك هي الفاميلي. family comes first. دايما اهتم بأهلك وحبهم، ووصل لهم حبك واهتمامك بيهم. المجهود اللي هتصرفه على عيلتك هتاخد عليه ثواب. الأقربون دايما أولى بالمعروف. أهلك هم الممثل الوحيد عنك في وش المجتمع والناس، وهم السند والظهر وأقرب حيط أمان ليك قصاد الدنيا. مهما كان أهلك عاملين إزاي، خلي علاقتك بيهم كويسة. خليك أنت الأحسن عشان نفسك، عشان ربنا. مع الوقت والعمر هتدرك إن الأهل مش بيتعوضوا. الصحاب حلوين، بس كلنا فترات في حياة بعض، يعني مش هنغش، لكن دايم ومش هيفرقك طول حياتك اللي من دمك. اللي أبوه وأمه راضيين عنه ربنا بييسر له كل أموره، فحافظ عليهم وصدق إن أكيد عملوا أقصى ما عندهم عشانك. وإنت لو مكانهم كان ممكن ما تعرفش تقدم نفس اللي تقدم لك وإنت صغير. فسامح وحافظ على أهلك. النصيحة رقم 4 كده، أنا قلت لك أول نصيحة خلي ربنا في حياتك، تاني نصيحة حب نفسك، تالت نصيحة العيلة رقم 1، رابع نصيحة وقتك. الوقت مهم جدا، اشغل نفسك عشان نفسك ما تشغلكش. الوقت هو أغلى عملة، اللي بيروح منه مش بيرجع تاني. حاول إنك تحافظ على وقتك بقدر المستطاع. حاول تستثمر وقتك وتحافظ عليه بشكل صح. خد كفايتك من النوم، العب رياضة هتقلل التوتر وتظبط لك جسمك. ذاكر وطور من نفسك، اشتغل كتير على نفسك. اتحرك دايما ورا هدف، ولما تحققه حط اهداف جديدة واشتغل عليهم. ودايما خليك في وضع الطالب، يموت المعلم وهو بيتعلم. دايما اشتغل على حتة التعليم.
العلم والمذاكرة والاجتهاد واستثمار وقتك صح، وانك تحافظ على ده وتستثمر فيه وتقعد مستمر بتعمل ده، هتشوف نتائجه بعد فترة. انت ممكن تقعد تتغذى وتضيع وقتك على دوبامين رخيص يضيع وقتك وما يحققلكش اي حاجة تستفاد منها بعد كده، وده مش هيطلع لك ولا هيديك كواليتي تايم تفتكره بعد كده يكون بمثابة ذكريات ليك، او وقت حلو انت قضيته، او حاجة نافعة ظهرت عليك في شكلك، في جسمك، في طريقتك، في العلم اللي عندك. المهم ما تسيبش وقتك يضيع ابدا، استثمر في نفسك. النصيحة الخامسة والأخيرة، ما تخافش طالما مراعي ربنا في اللي انت بتعمله وراضي عنه. يعني ضميرك مش بيقولك حاجة من ناحية اللي انت بتعمله ده، نفسك مش مغلطاك، انت مش جاي على نفسك فيه، وأهلك في ظهرك. ما تخافش يعني حط صوابعك في عين التخين، الخوف بيعطلنا، ما تخافش. خالد صالح ليه مشهد كده بيعجبني جدا، بيقول فيه ان الخوف هو الحاجة الوحيدة اللي بتأيد الإنسان. المفتاح الحقيقي للإنسان هو الخوف. دايما خايف، عشان كده بيحب يعيش في قطيع. انت عارف ايه مشكلة الإنسان يا خالد؟ انه اتخلق عشان يكون خالد، بس بيموت. انا متفق جدا مع الكلام ده. طالما انت مؤمن ان ربنا هو اللي بيقرر كل حاجة اللي حصل واللي بيحصل واللي هيحصل، مفروض ان انت كبني ادم مؤمن بده تكون ما بتخافش. مفيش اي حاجة ممكن تحصل لك ربنا مش عايزها، ربنا هو اللي مقرر كل حاجة تحصل، فمفروض ان انت ما تخافش. خش روح على طول، الخوف هيعطلك، هيتقل رجلك. الحياة بتكافئ الجريء، ما تخافش، روح على طول، اعمل كل حاجة. طالما انت مراضي نفسك، مراضي ربنا، مش شايف ان اللي انت بتعمله غلط، اعمله. اسعى واعمل كل اللي عليك، هتقدر تواجه كل حاجة في الدنيا. وكده كده اللي عايزه ربنا هيكون. رضيت مرضتش، انا رضيت عنك انت مرضتش، حد شايفك كويس، حد شايفك وحش، كده كده يعني بارادتنا بغير ارادتنا اللي عايزه ربنا هيكون. لو وصلت لحد هنا وسمعت ال5 نصايح اللي انا فكرت فيهم وقلت اقولهم لكم كشاب تلاتيني عدى بحاجات كتير، واعمل لايك، سبسكرايب، شير الحلقة مع صحابك لو شايف ان الكونتنت اللي موجود في الحلقة مهم بالنسبة لك او حلو مفيد. ادعم المحتوى عشان نعرف نستمر، ومحضر حلقات كتير حلوة. بس كده، اشوفكم على خير، السلام عليكم.